نقلت مراسلة الميادين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن مصادر طبية أن مشفى نهاريا بالقرب من عكا شمال فلسطين يضم نحو 106 جرحى من جبهة النصرة السورية. المصادر أوضحت للميادين أن نقل هؤلاء إلى المشفى يتم بسيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي تحت حراسة مشددة، بعدما أن يتم نقلهم عقب إصابتهم إلى مكان معين قرب الحدود مع إسرائيل، حيث تقوم الوحدات الإسرائيلية بنقلهم لتلقي العلاج. جرحى من جبهة النصرة في فلسطين المحتلة، خبر لم يعد مفاجئا بعد تزايد تدفق جرحى المعارضة السورية المسلحة إلى المستشفيات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة. اليوم يوجد نحو 106 جرحى من جبهة النصرة السورية في مشفى نهرية بالقرب من عكا شمال فلسطين، أمر يثير قلقا في إسرائيل ويضعها أمام احتمال حصول موجة لاجئين سوريين عبر الجولان المحتل. الجرحى ينقلون إلى المشفى بسيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي تحت حراسة مشددة، بعد نقلهم عقب إصابتهم إلى مكان معين قرب الحدود مع إسرائيل، ثم تنقلهم الوحدات الإسرائيلية لتلقي العلاج. الخلاف في المشهد الإسرائيلي بات واضحا، إذ أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن سياسة حكومته الحفاظ على الحدود ومنع الدخول إلى إسرائيل إلا في الحالات الاستثنائية، خبر يتعارض مع قرار قائد المنطقة الشمالية يائير جولان السماح بنقل الجرحى السوريين. إسرائيل تحاول اليوم جاهدة استثمار الأزمة السورية وتعمل على تغيير النظرة إليها على أنها عدو، محاولات سيظل مصيرها الفشل.